ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي صحة وفي احسن حال. النهارده ان شاء الله فيديو جديد ويوم جديد. ان شاء الله الفيديو النهارده يعجبكم. عايزاكم كده لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك والاشتراك بتاعكم القمر اللي بينورني بجد بجد، واحلى بقى التعليق بتاعكم الجميل اللي بيديني طاقة ايجابية. ان شاء الله كده النهارده الروتين عند ماما زي ما انتم شايفين، وطبعا شفتم الفيديوهات اللي نزلت. طبعا بوضب البيت عند ماما زي ما انتم شايفين. البيت كله سوق كانتون. عارفين سوق الكانتون او سوق الخميس او سوق التلات او سوق الحد، اي سوق يجي على بالكم هو ده. يلا اي حد عايز يجي يشتري حاجه يجي يشتريها. عندنا الخير كتير الحمد لله. بصوا بقى زي ما انتم شايفين الشقه كلها قايمه مش قاعده. خلاص كده خلصنا الصاله وخلصت الاوضه بتاعتي اللي هي الجري ديت. انا داخلها دلوقتي اهي، خلصتها. بس كل العفش بقى زي ما انتم شايفين مطلعه كل الهدوم من الدولاب ومفضيه الدولاب علشان ببيض الاوضه اللي هي فيها الدولاب. دي كده خلاص الاوضه بتاعتي خلصت، اللي هو البياض يعني وكده. فابتديت اخرج كل اللي في الاوضه جوه. خرجته بقى في الاوضه دي تمام. ما فيش الا السرير ده طبعا عشان احنا بننام عليه. وكل الشقه سوق الكانتون او سوق التلات. تعالوا اتفرجوا على سوق التلات، اللي عايز يشتري كبريتات، اللي عايز يشتري بطاطين. وبصوا حاطه بقى الشاشه هنا، عايزه برضو اخرجها اشغلها، بس ما فيش اصلا مكان بره في الصاله خالص. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. لو وصلت لغايه هنا اللي عاملين لايك يا قمر وكومنت جميل زيك. هنا بقى زي ما انتم شايفين. بصوا لا بجد تعب ربنا يا رب يديني الصحة ويقويني على اللي انتوا شايفينه ده. بصوا تعب ما بلاء، بصوا ملوش اخر. والنيش فاضي، وبصوا كل حاجة زي ما انتوا شايفين متبهدلة والله. ولا عارفة اخش ولا اخرج ولا عارفين ننام ولا اي حاجة، بس خير كله خير الحمد لله. وهنتعب اسبوع او 10 ايام وهنرتاح فترة طويلة 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 لغاية لما نفكر بقى اللي احنا عايزين نعمل حاجة تاني او نجدد في حاجة تاني. هو بس كده تعب. عارفين اللي هو اسمه ايه؟ تعب ساعة ولا كل ساعة. هو ده المثل. عارفين المثل ده؟ تعب ساعة ولا كل ساعة. بس كده نتعب كده اسبوعين او 10 ايام والدنيا هتبقى زي الفل. هنا طبعا المطبخ برضو فيه حاجات كتير، شنط وحاجات. وهنا ماما بتعمل لنا اكل عشان ناكل. وهنا زي ما انتم شايفين برضو الأوضة دي شايلة حاجات كتير جدا جدا. أنا غيرت بقى اللون. هي كان لونها بينك في فوشيا، فأنا هعملها كشمير في جراي. تمام، هعملها كشمير في جراي. طبعا الأوضة ديت كانت شايلة عننا هم كبير قوي قوي. بصوا درجة الكشمير دي حلوة جدا عجبتني قوي. فقلت اعمل الكشمير في الجراي الغامق واحس بتغيير يعني في الأوضة. والله هي انا ما كنتش هعملها، ما كانش فيها حاجة، بس بصراحة قلت ايه بصوا اللي هو خلاص بقى النقاش هنا او كده. فيلا بقى بالمرة اعملها كلها مرة واحدة علشان نحس بقى ايه براحة بعد كده. عايزه اقول لكم كل ما الالوان تبقى فاتحه، يعني الاوضه اللي هي الجري بتاعتي ديت لونها فاتح. عايزه اقول لكم بجد حلو قوي. وده هي يعني هي واسعه وحلوه، بس هو بجد فعلا اداها وسع جامد جدا جدا. يعني كل ما تفتح في الدرجه بتدي وسع في البيت يعني. فاخترت هنا اعمل الكشمير مع الجري زي ما قلت لكم. والشقه زي ما انتم شايفين متبهدله، ويا رب يا رب قويني علشان اخلص من الموضوع ده. خلاص كده بقى هو بيبتدي فاضل بس في الكشمير اللي هي الحيطه دي بس. وبعد كده هنعمل بقى الجري. جيت هنا بقى علشان عايزه افضي النيش واغسله علشان هيدهن، وهنبتدي برضو يعني نشيله من مكانه علشان نبيض مكانه. فقلت خلاص كده افضيه وبالمرة نصبنه علشان متبهدل جدا. فقلت بالمرة بصراحة نشيله ونصبنه علشان لما نيجي نفرش. عايزة اقول لكم جبت مفارش بيضة جميلة جدا، جبت مفارش اوف وايت حلوة قوي 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 بجد هتعجبكم. لما افرشها هتعجبكم جدا. بصوا بقى النيش بقى ده يا ولاد، عايزه اقول لكم من ايام الزمن الجميل. بجد النيش ده من 30 سنه. او بصوا
مش 30 سنة. هو النيش ده جهاز ماما، يعني الجهاز ده مثلا من 35 40 سنة. كانت جايبة الحاجات دي في جهازها. وبصوا زي ما قلت لكم والله بجد، بصوا حتى الكوبايات اللي هي القديمة، طبعا انتوا لو ماماتكم اكيد عندها من الحاجات القديمة دي، فانتوا هتعرفوا قصدي كلامي على ايه. يعني الطقم الصيني دوت، ده طقم الصيني بتاعهم اللي هو عليه الميكي او الحاجة زي كده، ودي كوباية القهوة المذهب. عايزة اقول لكم بجد بحب جدا ارص النيش، بحب اتفرج جدا على الحاجات اللي فيه. فانا شلت بقى كل التحف اللي فيه وجبت له مفارش اوف وايت حلوه جدا، اما افرشها ان شاء الله اوريها لكم. وابتديت بقى كده اشيل، وقلت لماما بص بقى كوبايه القهوه ياي بحب اشرب فيها جدا. قلت لماما نقعد نصبنه علشان لما نيجي نفرش ما نحسش بتعب يعني وكده. فانا هنا فضيته قبل ما نبيض الصاله وكده. شايفين الكوبايات اللي هي اللي عليها العصفورة دي حلوة جدا. عايزة اقول لكم انا بعمل عصير مانجا وبعمل عصير كوكتيل واحطه في الكوباية دي. بس الكوباية دي بجد والله ماما باباها يعني جدي جايبها لها من هما بيجهزوها. فبصوا اتبقى 5، وفي واحدة أنا كسرها بإيدي المرة اللي قبل ديت، كنت بصبن برضو النيش فكسرتها وقعت مني. عايزة أقول لكم تقيلة، تقل غير طبيعي. والكاسات بقى والاطباق وكل حاجة الحمد لله يعني بخيرها. عارفين انتوا اللي هو ايه، مش الزمن الجميل. هنا بقى عملت ايه، ماما قعدت كده وانا كنت واقفة جنبها، وهي بقى بقت تصبن وانا اخد منها. بس شلت بقى برضو المفارش. هي بقت تصبن وانا اشطف وارص كده، علشان انا برصه كده على فوطة كبيرة ويتصفى وبعد كده اشيله. يعني لازم اصفي خالص عشان ما يعرقش او يعمل مكسورة. شفتوا الكوباية دي وحياة ربنا جايبها ماما في عيد الام وانا في ابتدائي، يعني مثلا بقى لها بتاع 12 سنة او اكتر، بتاع 12 سنة او 14 سنة مش فاكرة يعني. كنت جايبها ب5 جنيه ونص. وحطها لها في النيش عشان تفضل ذكرى مني ليها. بس في 2 أو 3 هم اتكسروا، واحدة هي اتكسرت دلوقتي. النيش كله بحاله، بس انا بصراحة انا اللي بكسر زي ما انتم شايفين كده. انا شلت لقيت دي مكسورة. و, و في هنا زي دورق ازاز، شفتوه انتوا هوريهولكم. دورق ازاز والله ماما متجوزة بيه، انا برضو كسرته النهاردة يعني وانا بغسل النيش اتكسر مني. هتشوفوا دلوقتي هوريهولكم. خلاص بقى سِبت الحاجات دي اللي هي الدباديب والكلام ده، كل ده طبعًا هيتشال منه. بس أنا شِلت إيه، الحاجات ديّة أهي. بصوا دول شطفتهم وحطيتهم على جنب يتصفّوا. وهنا بقى قُلت بصوا شايفين اللي هي الدُرَق ده، أنا عايزة أشوفه هيتكسر إزاي عشان أنا ما شُفتوش. هتتكسر وأنا هازعل عليها جدًا، لإني كنت باعمل فيها عصاير في رمضان، كنت باحط فيها عصاير وباغطّيها بالغطا بتاعها. الغطا بتاعها لونه أحمر، فكنت باغطّيها بالغطا بتاعها. فأنا دلوقتي هي هتتكسر منين بقى، مني والّا منين؟ هاطلّعها دلوقتي مكسورة رغم إني حاطاها سليمة. أهو أنا هاجيبها، بس أنا شايفاها من تحت المَيّة هي فيها كسر، اتكسرت زعلانة عليها جدًا. بس يالّا كُلّه مقدّر ومكتوب والحمد لله أهي بصوا مكسورة. بصوا أنا هنا باقول لها اتكسرت، يا خسارة اتكسرت. بصوا سِبت اللي في إيدي. بصوا ماسكاها إزاي، يا حزني يا حزني الحزن. يا نانا يابا يامّا، يا خسارة. بصوا أنا كل ده ماسكاها. عايزة أقول لكم اللي أنا هاقفل الكاميرا وهافضل ماسكاها أتحزن عليها. بصوا أنا والله العظيم أنا نسيت الكاميرا مفتوحة. أنا هنا قاعدة أقول لها بصي يا ماما اتكسرت أنا زعلانة. قالت لي فيها إيه، خلاص يالّا ارميها. بس هو ده بقى على كده، أطلّع النيش أكسّر أغسله وأكسّر منه حاجات وبادخّله على النيش تاني، أنزّله أكسّر منه حاجات وأشطفه وأصبّنه وأدخّله تاني. فالحاجات كلّها متكسّرة بسبب الموضوع ده. بس عايزة أقول لكم برضه اللي هو إيه، شايفين بقى الأطباق الجاتوه حلوة أوي، يعني باحب الحاجات دي. عايزة أقول لكم أمّا بنعمل عزومة وكده بنطلّعهم. ادعوا لي بقى كده ربنا يقويني، علشان الشقة دي عايزة حاجات جامدة وعايزة مجهود. إن شاء الله اخواتي ييجوا يعني يعملوا معايا. أنا هنا باصطاد الإزازة، أيوه اطلعي، اصطادتها خلاص.
اخواتي ان شاء الله برضو يجوا، عشان زي ما انتم شايفين سوق الكانتون ده مش هينفع انا لوحدي، لا لا لا، انا كفايه كده على قوي 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 لحد كده. او بصوا اقول لهم اول ما تشوفوني تبصوا راسي وايدي، ايوه، وانا شلت عنهم حمل جبال زي ما انتم شايفين كده. انت ممكن تسهر معانا يا رمزي، وبكره ما تجيش تريح، وبعد بكره ما تيجي تعمل الست. هبدا ادي بقى اللي اتبقى جاتوه، في منها باغ وفي منها صيني، دي باغ تمام، وفي منها صيني. عايزه اقول لكم بحب اكل فيهم جدا، مش عارفه ليه، بس انا حابه النيش بتاع ماما جدا، نيش الزمن الجميل بجد والله، احلى من النيش بتاعنا دلوقتي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. النهارده بقى كده خلاص هيكون الفيديو كده النهارده انتهى، وانتظروني ان شاء الله ان شاء الله كده في ترتيب الشقة لسه بعد الحاجات كده هوريها لكم برضو، وان شاء الله اوريكم برضو النهايات ان شاء الله تبقى حلوة جدا، والفرش هفرش كل حاجة والدنيا بقى تتظبط، ونرجع بقى ايه للراحة والاطمئنان. خلاص كده يا حلوين. النهارده كده الفيديو معلش مش طويل يعني، بصوا هو حلو وسط يعني، آه لغاية كده ان شاء الله لما اصور حاجات تانية. الحاجات دي بس اللي صورتها، وان شاء الله بقى اصور لكم النيش وانا برصه. عايزه اقول لكم برصه رصه حلوه قوي، وعايزه اشيل منه التحف، ماما حاطه فيه تحف كتير، فهشيل برضو منه التحف علشان انه معايا. بس بوريكم الطبق بتاع السرفيس. فهشيل برضو طبعا كل التحف اللي في النيش، هخلي حاجات بسيطة جدا، عارفين يعني حاجات بسيطة جدا، علشان انا عايزة الدنيا تبقى رايقة على قد ما اقدر، وعلى قد ما اقدر تكون ال كله التحف والدباديب والكلام ده هشيل بقى كل ده كده. عايزين ايه تكون الدنيا هادية كده وقاعدين في روحها. النهارده بقى كده يا حلوين خلاص الفيديو خلص، وهكمل بقى اشوف بقى انا ورايا ايه تاني، عشان عايزه اقول لكم والله ما عايزه اطول عليكم، انا بعمل حاجات كتير جدا 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 من ورا الكاميرا، عشان مش حابه اطول عليكم. بس كده، ولو جيت لغايه هنا اعملي لي لايك، وادعي لي دعوه حلوه بجد، محتاجه دعوه منكم بجد، لاني تعبانه جدا ومرهقه جدا ومتضايقه جدا، فعايزاكم تدعوا لي دعوه حلوه براحه البال. واسيبكم بقى النهارده كده في حفظ الله وفي رعايه الله، وانتظروني ان شاء الله ان شاء الله في فيديو جديد، وفيديو يعجبكم، وفيديو ان شاء الله تستفادوا منه، ولو حتى استفدتوا باي حاجه. السلام عليكم.